السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الموديول السادس اللي غادي يكون مخصص لي زانديكاتور لوجيستيك او المؤشرات اللوجستيكيه. في هذا الجزء غادي نفهموا علاش خاصنا نقيسوا الاداء اللوجستيكي وكيفاش كنديروا هذا التقييم بطريقه مزيانه. غادي نشوفوا معا المؤشرات الرئيسيه اللي كاينه في مجال اللوجستيك ونتعلموا كيفاش نستعملوها في واحد التمرين تطبيقي. هذه وحده مهمه للغايه، غادي تعاونكم باش تفهموا اكثر وتطوروا المهارات ديالكم في التتبع والتحكم في اللوجستيك. اول سؤال غنجاوبوا عليه هو علاش خصنا نقيسوا الاداء ديالنا. خصنا نقيسوا الاداء حيت القياس هو المفتاح باش نطوروا الخدمه ديالنا، باش نقدروا ناخذوا قرارات مبنيه على الواقع ماشي غير على الظن ولا الاحساس، ولكن بارقام والمعطيات. ثاني حاجه باش نعرفوا فين خصنا نحسنوا. القياس كيبين لينا البلايص اللي فيهم الخلل، وهكا كنعرفوا فين نخدموا باش نزيدوا القدام. ثالث حاجه باش نتبعوا التطور مع الوقت، كنشوفوا واش الخطوات اللي درناها خدامه ولا خاصه شي تعديل. يعني القياس كيعطينا رؤيه واضحه وكيعاوننا نحسنوا الاداء ديالنا خطوه بخطوه. وهنا غادي نهضروا على ثلاثه المؤشرات مهمين اللي نقدروا نقيسوا بهم الاداء ديال السلسله اللوجستيكيه ديالنا ولا برودكسيون او الانتاج. اول حاجه اللي هي لو تو دو سيرفيس او نسبه الخدمه، اللي هي النسبه ديال لي كوموند اللي توصلوا بها الزبون في الوقت اللي وعدناه بها. كل ما كانت النسبه طالعه كل ما كانت الخدمه مزيانه والزبون راضي. ثاني حاجه نسبة الانقطاع أو لو تو دو ريبتور، هذه هي نسبة السلع اللي ما كايناش في المخزن ملي كتجينا طلبية. هادشي كيعني أن عندي مشكل في التخطيط ولا التزويد وخصنا نخدمو باش نخفضوا هاد النسبة. ثالث انديكاتور اللي هو لو تي ار اس أو لو تو دو روندمون سينتيتيك. هاد المؤشر مهم جدا حيت كيجمع ثلاثة الحاجات: التوفر على الماكينات، الأداء ديالها، والجودة ديال المنتوج. وكيعاون باش نعرفوا فين كاين المشكل، واش في الوقت ولا في السرعة ولا في الجودة. الخلاصة هي هاد المؤشرات كيعاونونا باش نراقبوا الوضع ونديروا تحسينات واقعية. حاجة أخرى اللي خصنا نعرفو هو أن ماشي غير القياس كافي، خصنا نقيسو وخصنا نحاولو أن حنا نسيرو هاد لي زانديكاتور لوجيستيك ديالنا بالطريقة اللي كتعبر عليهم. يعني عن طريق طابلو دو بور اللي هو واحد الأداة يومية مهمة بزاف في التسيير، كيعطينا خلاصة بصرية للمؤشرات، كيجمع لينا بحال نسبة الخدمة، نسبة الانقطاع، المخزون، لي غطار، التأخيرات ولا غيرها، باش نحاولو نفهمو الحالة ديالنا بسرعة. ثاني حاجة نستعملوه في اجتماعات الأداء حيت كيساعدنا نعرضوا النتائج، نناقشوا المشاكل ونتفقوا على الحلول بين الأقسام. وبالنسبه لاكتيفيتي براتيك ديالنا غتلقاو واحد لو جو دي دوني في واحد لو طابلو اكسل اللي غادي نحاول ندير منه ان طابلو دو بور ونانتربريتي لي ريزولطا ديالي ونيدونتيفي لي بيست داميليوراسيون. وقبل ما نختموا هاد لو شابيتر خصني نكون في الاخر ديالو قادره على انني نقرا ونفهم ان انديكاتور لوجيستيك، نعرف كيفاش نستعمل ان طابلو دو بور، ونحاول اني نبروبوزي دي زاكسيون ابارتيغ من لي زاناليز ديال لي دوني اللي انا عملتهم. يعني نعطي بلوتو شي حاجات اللي نقدر نحسن بهم الانديكاتور ديالي، ولكن تكون مبازيه على المشكل وعلى التحليل اللي انا عملته للمشكل. وما ننساش نستعمل الادوات ديالي ديال لوين بحال لو 5 بوركوا ولا ايشيكاوا. دابا وصلنا للخلاصه ديال هذا الموديول. وشنو خصنا نتفكروا على ان عندنا ثلاثه لي زانديكاتور اساسيين في لاشين لوجيستيك ديالنا، اللي هما نسبه الخدمه، نسبه الانقطاع، والتي ار اس. ça veut dire le taux de service, le taux de rupture ou le taux de rendement synthétique. كل واحد منهم كيعطينا رؤيه على جانب مختلف من الاداء اللوجستيكي والانتاجي. وخصني نعرف على ان التتبع المنتظم هو مفتاح. القياس خصو يكون مستمر ماشي غير مره في الشهر، التتبع خصو يكون يومي او لا اسبوعي، اللي كيخلينا نتصرفوا بسرعه وكنتفاداو المشاكل قبل ما تكبر. والخطوات الجايه اللي هي مؤشرات التحسين المستمر اللي غنشوفوهم في الموديول ديالنا 7. في الموديول الجاي كما قلت غادي نحاولوا نزيدوا القدام ونتعلموا كيفاش نقيسوا التطوير والتحسين في الميدان باش نوصلوا للتميز التشغيلي. شكرا على المتابعه ديالكم، ويلا بينا نمشيو لو بروشان موديول.